السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، دي بقى تسبيكة المحشي اللي انا كنت عاملاها من يومين ما كنت بعمل الاكل لو تفتكروا يعني. كانت في الفريزر في علبة، طلعتها كده وحطيتها في الحلة علشان تفك معايا. وده برضو الكرنب اللي سلقته من يومين وحطيته في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده، وطلعته حطيته في مية سخنة فك معايا وبقى زي الفل كده. طبعا هقطعه كده ايه وانا بشتغل. تمام. وده بقى برطمان ورق عنب، إيه جايباه جاهز، حطيته في ميه مغليه وحطيت ليمون وحطيت ملح وكمون وحطيته دقيقه كده في الميه وطلعته تاني حطيته في المصفى زي ما انتوا شايفين. تمام كده، حلو كده. هنيجي بقى هنا للرز. هنا جبنا الرز، غسلت الرز الكميه اللي انت هتعمليها عادي، اغسليها وصفيها كويس قوي. وحطيت خضره وحطيت بصل. طبعا بصلايه النيه دي اساسي معايا. هنحط هنا الملح وهحط شطه، توابلنا بسيطة جدا جدا جدا، وكزبرة وكمون وفلفل اسمر، بس كده دي التوابل بتاعتنا. تمام. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض، ومهم جدا ان احنا نمكس كل ده مع بعض. الخطوة دي اللي عارف ان بعمل المحشي ازاي عارف ان الخطوة دي مهمة جدا عندي. زي ما انتوا شايفين كده، ده بقى ايه؟ عود نعناع كنت مجففاه، فرجته كده عليها. الله بقى، بص عايزه اقول لكم الريحه طلعت كده احنا لسه ما عملناش حاجه. تمام. هنديله برضو تقليبه كويس قوي، وبعد كده ننزل بالصلصه بتاعتنا. اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني منين، وانا متشكره جدا على المتابعه الجميله بتاعتكم، والكومنتات الجميله واللايكات. وما تبخلوش علينا بلايك وشير وبكومنت حلو كده زيكم. وقبل اي حاجه طبعا بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي التسبيكه بتاعتنا. انا كنت حاطه التسبيكه فيها خضره، كان عندي شويه خضره كده، خفت يبوظوا صراحه وحطيتهم ساعتها ايه في التسبيكه. بس مش من المعتاد عندي ان انا بحط خضره في تسبيكه المحشي، بس انا عشان عارفه ان انا هطلعها على طول بعد يومين فكنت حطاها. وطبعا لازم احط خضره تانية واحنا بنعمل دي، لازم تبقى فريش كده حتى لو في الفريزر عندك. تمام. التسبيكه عشان سخنه كنت بقلب بالمعلقه كده زي ما انتوا شايفين او بالمغرفه، بس انا بعد كده هلاقي ان الدنيا كويسه فهبتدي ان انا اقلب بايدي عشان يتقلبوا تقليبه كويسه. هنزل بشويه طماطم تاني متسبكين، اللي هي التسبيكه يعني او التغذية زي ما انتوا ما بتقولوا. خلاص بقى انا هستغنى عن المغرفه دي خالص وهبتدي اشتغل بايدي. انا في المعتاد ما بشتغلش كتير بالجلافز، بحب اشتغل بايدي صراحه. لان هما متعودين على كده عندي في البيت ان احنا بنشتغل، بس ساعات الفيديوهات بتبقى محتاجه مني ان انا اشتغل بالجلافز شويه. تمام. خصوصا بقى ان انا ايه اللي هو الاكل اصلا كان سخن فكان مساعد شويه معايا. عايزه اقول لكم ريحه المحشي النهارده كانت قلب البيت صراحه. عود النعناع اللي بنحطه ده، يا سلام. بص حلو جدا، وعلى فكرة بيساعد على هضم كمان، يعني بيريح المعدة. النعناع حلو قوي، يعني للناس اللي عندها القولون ممكن يعني تأكد على يعني على الحركة دي لازم تعملها. هنا بقى كنت جايبة ريب اي معلش اتلخبطت. دي قطعية لحمة اللي هي ريب اي. آه قطعية جميلة جدا واستوت. بصوا عايزة اقول لكم طعمها خرافة. تقدري ان انت تجيبي ستيك، تقدري ان انت تعملي اللي هي البفتيك. اي قطعية لحمة انت بتحبيها تكون ناعمة وطرية او من السن بتقطعيها شرايح كده. بس انا جايباها، قلت لهم انا عايزة الريب اي متقطعة شرايح. جاتني كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اتبلها بملح وفلفل اسمر، وحطيت معلقه سمنه بلدي حلوه كده، وابتديت ان انا اشوحها تشويحه حلوه قوي. لازم تتشوح كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. الخطوه دي مهمه، لازم تاخد اللون الخفيف ده. هبتدي ان انا اطلعها واحط بقيه الكميه اللي عندي. تحطي زي ما انت عايزه. نزلت بباقي الكميه، خطيره.
هنديها بقى تشويحة حلوة كده، وبعد كده هركنها على جنب لحد ما نلف المحشي بتاعنا. تمام تمام. عايزة اقول لكم ان الاكلة النهاردة بجد خفيفة، ولا مواعين كتير ولا دربكة كتير ولا بقى نسلق لحمة ولا اي حاجة، كله كان في السريع، كله كان تحت السيطرة. هنبتدي بقى احنا نلف كده. انا هبتدي الف كده زي ما انتوا شايفين. بصوا الصابع عامل ازاي صغنون كده وجميل. بصراحة انا يعني احنا بنفضل المحشي الصغير شوية، ما بعملهوش كتير كبير يعني. الكبير ده كده بيجي بالصدفة، لكن يعني الاحجام الصغننه دي بتبقى حلوه شويه معانا. هبتدي بقى انا ارصها كده. انا اخدت الحاجه وطلعت قعدت في الريسبشن بصراحه، لاني مش هقدر اعمل كل ده وانا قاعده، وانا واقفه قصدي. وجبت بقى ورق العنب وابتدي ان انا الفه كده زي ما انتوا شايفين، زائد من الجلافز صراحه، فقلت لا انا مش هشتغل بيه. بصوا بقى الجمال والحلاوه. قبل ما احط ورق العنب حطيت برضو قطع من اللحمة. يعني انا وزعت اللحمة على حلتين، حلة الكرنب وحلة ورق العنب. حطيت هنا شوية وهنا شوية. الله بقى. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. سيبكم من اللي وقع ده، اتهزت مني شويه بس طالعه تحفه على فكره، ما لزقتش. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. وهنا هنغرف كمان ورق العنب تحفه، او الف هنا طبعا. عايزه اقول لكم في حله واحده، ولا نتعب نفسنا ونسلق لحمه. قطعيه اللحمه طبعا تجيبيها زي ما انت عايزه، بس تكون قطعيه ناعمه عشان تستوي معاكي كويس وتطلع زي الفل كده. احلى محشي ممكن بصوا الحله زي الفل، ما لزقتش فيها خالص. الله بقى، احلى محشي. كانت احلى اكله صراحه. اي بصوا قلت لكم اهي ما لزقتش. تمام، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. طريقه حلوه وسهله وسريعه، ووفرت عليا حلل كتير صراحه. طبعا عشان لينا كتير ما كناش محشي، فالدنيا كانت تمام. كان عندي هنا بانيه متبل في التلاجة، طلعته وحطيته كده ايه حمرته. كان عندي هنا بانيه، حمرنا بانيه. وادي التورتتين بتوعنا لغدانا النهارده. و لسه مولعه حالا على لسان عصفور، بس قلت اصور بسرعه عشان انا اصلا نازله. وبعد كده اما ارجع هنتغدى ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.